بسم الله سيدي الفقيه. واخا. ايوا يا ربي اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين يا ربي لا تحافينا، والمقصود هو وخلاص باش نتناوسوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم علينا وعليكم بأكل الكساكس والفقاس والكرداس واللوز والبقولة ولحم الغنم، ونستغفره فيما ضيعناه من قدوم الزردة على التمام. روي عن إمام الزراد أنه قال: اللهم امض أسناننا حتى يكونوا كالمناجيل. وفي رواية عن إمامنا طاجين أنه قال: اللهم امض أسناننا حتى يكونوا كالمشار، وندرس بهم جميع الفواكه والثمار، ونعوذ بالله من جوع كرشنا وقلة فرحنا ومن قلة قدوم الزردة على التمام. سلب يا غافل وكن عن الزردة سائل، من أكل الفول والفلفل والخضر فقد غوى واعتدى وحاد عن طريق الزردة، ولا يضر إلا بطنه ولا يضر أحدا. ومن أكل السمن والعسل فقد رشد واعتدى وتقرب إلى طريق الزردة، ولا ينفع إلا بطنه ولا ينفع أحدا. نسأل الله الكريم تعالى أن يجعلني وإياكم في هذه الأيام المستقبلة قبل رمضان وفي رمضان وبعد رمضان من الذين فطروا بالعسل والسمان وأضافوا إليه اللبان والبنان. ربنا ملأ بالدراهم جيوبنا، واجعل القطائف فروشنا، والحرير والصوف وسادنا، والغنيم أكسابنا وأكلنا، والطائرة إن شاء الله إلى الحج أركابنا. ما بعد، فيا أيها المسلمون، نادى منادي فقال: إخواني أخواتي، إذا طلعت الشمس على الغروس نطقت المسارن للدروس، وقالت لهم: إخواني أخواتي، ما لكم جلوس؟ صاحبكم مات أم عنده فلوس؟ فأوصى صاحب الجنازة بوصية جديدة قبل وفاته، فقال: إخواني أخواتي، إذا مت غسلوني بالمرقاة، واكفنوني بالتريد، واحزموا لي رأسي بالكديد، وجلجوا لي قبري بالفنيد، واسقفوا علي بضلعة من الكبش السمين، واعملوا لي شواهد من الحلواء الشباكية والكفريت والقريش والغريربة والمسمن وكعب غزال. اليد تقطع والفم يمضغ والحلقم يبلع والكرش تقول: هل من مزيد؟ اللهم زد فأزيد. نفعني الله وإياكم بالقمح من محرات بن أرض السكار الذين يفرحون به جميع الكبار والصغار، ويشربونه في وسط الليل والنهار. قال الشاعر رحمه الله: يا عباد الله، لا تهتموا ولا تغتروا بالسكر إذا غلا، حتى تروا الدخان في الجو علا، صوت عليه طيب منين يغلى، لا تضيع شيرتك. وقال شاعر آخر: كل دخان يضر بالبصر إلا دخان الكباب والكفتة فهما مغتفران. جعلني الله وإياكم من الذين أكلوا وشربوا وفرحوا غاية الفرح والسرور، ويرحم الله القائل والسامع آمين والحمد لله رب العالمين. إيوا منين تكون دير كباب والكفتة اربط عليك الشريجمات، تقول لفاطمة تربط عليك الشريجمات وتطلع معاك الروايح. إيوا الله يهني الكلام. احنا غادي إن شاء الله نزيدوا في الصغيرة. الحمد لله، الحمد لله الذي خلق الأسنان والأضراس وجعلهم آلة للمضغ والتهراس. نحمده تعالى ونشكره على اللوز والفصيلة وكبغدال. روى إمامنا طاجين عن أبي خبزة رضي الله عنه قال: يا عباد الله، إذا حضر اللحم والدجاج فلا تسرعوا لأكل اللحم وتنسوا الخباث، بل كلوا من خبز الطاجين فإنه حلو وبنين، واختموه باللتين. ورضي الله تعالى عن سادة المواد المشهورين في البلاد، منهم الطماطم والبصيلة وجميع المأكولات، ومنهم التفاح والدلاح والبطيخ والسمك والشلاضة واللوز وكاوكا والمناضة والسردين والزبيب والزيتون ووليدات الحمايم والفريخات، واللي يشويهم ويحمرهم ويجيبهم لي انا وياكم يا الشرفة. الله يحشرنا ويحشركم ويحشروا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. واستغفر الله لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذه إن شاء الله نعود نزيدوا شي بركة من القرآن ونقراو السور نتاع القرآن، واللي بغيتوها نزيدوها إن شاء الله. جزاك الله خير وبارك الله فيك. ايوا زيد.